السلام عليكم، مرحبا بكم خياتي خواتاتي، ان شاء الله كامل راكم بخير وعلى بخير وبصحه وعافيه يا رب العالمين. وقبل ما نبداو في الفيديو تاع اليوم خياتي نقولوا بسم الله ونبداو على بركه الله. وقبل ما نبداو نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هكذا خياتي ندو كامل الاجر مع بعضنا. ومن هذا المنبر نقول لكم مرحبا بكم خياتي، مرحبا بكم في داركم، مرحبا بكم مع اختكم، القناه قناتكم والدار داركم، وانا ضيفه عندكم ان شاء الله نكون ضيفة خفيفة عليكم. ومرحبا بكل الإخوة والأخوات اللي دخلوا عنا جدد، ونقول لهم مرحبا بكم في داركم. خياتي ما تنسوناش بالجام، الله يجازيكم، لأن الجام هو اللي طلع عنا الفيديو. راكم تنسونا بزاف هذاك الجام قبل ما تبداو في الفيديو خياتي، وهذا فضلا وليس أمرا. انزلوا تحت كليكيو على هذاك الجام، لأنه الجام راح يدنا والو، الجام يطلع لنا الفيديو فقط خياتي، ويعلي شانكم يعلي مقامكم ان شاء الله. خياتي اليوم جبت لكم وصفه تاع اليوم، الهبال تاع الهبال، الوصفه تاع اليوم بنه، يعني تجي متشخشخه مشربه. الوصفه تاع اليوم تستاهل التجربه وتستاهل مفهمكم خياتي، وحصريا على قناتي. يعني الوصفه تاع اليوم تستاهل التجربه، ما فيهاش مكونات كبيرة، المكونات تاعها يعني سهلين ومهلين، راهم متواجدين في كل بيت. رانا في وقت تاع الباذنجان، رانا في وقت تاع بطاطا. نبداو بسم الله على بركة الله. لهنا عندي حبيبة تاع بصل مقطعة، نقطعوها قطع صغيرة. عندي لهنا نص صدر تاع دجاج قطعته لقطع صغيرة. ولهنا حبيبات تاع بطاطا، عندي 3 حبيبات تاع بطاطا تبعي كانوا كبار، 3 حبيبات تاع باذنجان يعني كانوا كبار. صدق واللي عنده كيما نقولوا حنايا عائله بزاف كبيره، 3 حبيبات راهي تكفي وتوفي. اللي عنده عائله صغيره ينقص في لا كونتيتي خياتي. اول حاجه نبداو فيها هي عندنا الحبيبات تاع البطاطا، درتهم في مقله نبداو نقلو فيهم. بعد ما قليت هذيك البطاطا يعني في نفس المقله، ما راكم راح تقوموا معين ما والو، في نفس المقله نعاودو نزيدو نجيبو الحبيبات تاعنا تاع الباذنجان نبداو نقلو فيها. نخلو هذاك الباذنجان والبطاطا على بالي بلي خياتي كامل الشطرات حتى يذوبوا. يعني قلت لكم غير في نفس البقله راني ندير في كامل المكونات. لهنا بعد ما طابت لي البطاطا وطاب لي الباذنجان، جبت حبيبه تاع بصل درتها ذابت. هنا بعد ما ذابت نزيدو معها هذاك النص صدر تاع الدجاج ونقبضوهم هكذايا، نقلوهم اشاك فوا نديرو مكون نقلو. على بالي بلي خواتاتي كامل الشاطرات كامل الفحلات، هنا نورو لبنياتنا المبتدئات. اللي انا بعد ما قليت هذيك البصله مع الدجاج زدت معها شويه تاع كركم، شويه تاع حرور، شويه تاع حمار، وشويه تاع ملح، وشويه تاع زنجبيل. يعني خياتي هكذا باش كيما نقولوا حنايا نتبلوا المكونات تاعنا. سورتو الكركم راح يعطيها لون بزاف شباب، هذاك اللون الاصفر اللي يعطينا بنه ومامتو يعطينا استدير نظاره في البلاط تاعنا. اللي هنا خلطناهم مليح. بعد ما خلطناهم مليح كما راكم تشوفوا خياتي، وحسيت بلي هذاك الدجاج بديت تدخل الطياب مع هذيك البصله ديجا طاحت، جبت كمشه تاع معدنوس. نقبضوا المعدنوس تاعنا نقطعوه بهذه الطريقه، يعني غير كمشه قليله هكذا يا خياتي. ونخلطوا هذاك المعدنوس راح يزيد لكم بنه ويزيد لكم ذوق هكذا، ومامتو راح نكسروا لا كولور. بعد ما وسيتهم زدت معاهم لهنايا، بعد ما وسيت هذاك المعدنوس وخليته شويه ذبل، قلت لك كل مكون نديروه نصدق نخلطوه. زدت معاهم 2 فصوصات تاع الثوم قطعتهم هكذا قطع صغيره، ونزيدو نخلطو مليح هكذا خياتي. الا هنا بعد ما وسيناه خليته يتقلى على جهه، نجيبو في كسرونه. حطيت ريتله تاع حليب، ريتله خياتي تاع حليب. زدت معاها 2 مغارف تاع نشا، 2 مغارف يكونوا كبار، يعني 2 مغارف بومبي. زدت معاهم شويه تاع حرور وشويه تاع ملح. لهنا راح نصنعوا هذه الكريمه تاع الفرماج، هذه الكريمه اللي راح نستدير نديروها في البلاط تاعنا، وراح تعطينا ذوق بزاف شباب. لهنا بعد ما نخلطوا هذوك المكونات كامل بارد في بارد، يعني حتى نحسوهم باللي وساونا، ديروهم فوق النار. انا بعد ما درتهم فوق النار خليتهم عقدوا غير شويه، يعني ما تخلوهمش تخسر لكم ومن بعد تولي لكم جامده، خلوها غير شويه وراح تكمل الطياب تاعها في البلا. زدت معها 3 حبيبات تاع فخوماج، نتوما اي فخوماج عندكم في الدار زيدوا معها. انا الفخوماج يعزز لكم الذوق هكذا خياتي. واي فخوماج اني نقول لكم ما عندكم خياتي ديروه، ما كيما نقول حنايا ماشي شرط ديروا هذاك الفخوماج الغالي، المهم الفرماج اللي ديروه راح يزيد لكم بنه في البلاط في الكريمه تاعكم. هنا بعد ما وسينا الكريمه نجيبوا ريسيبيون نديروا هذيك البطاطا، زدت عليها هذاك الباذنجان، يعني خلوهم يعطوا ذاك اللون الشباب. خلوا البطاطا تاعكم تنقلي لكم تعطيكم هذيك الصفوريه الشابه. نخلطوهم كامل مع بعضنا هكذايا.
مع بعضهم عفوا. لهنا زدنا جبنا هذاك الدجاج، شوفوا بعد ما طاب وطابت هذيك البصله، طلقت هذيك التحسيله تاعها، مام هذاك المرقه تاعها حتجيكم بزاف شابه وتعطيكم ذوق بزاف شباب. لهنايا درت نصو وخليت النص في المقله، يعني ما درتوش كامل، درت النص تاع الدجاج وخليت النص. لهنا نجيبوا هذيك الكريمه، زدت مع خلطت مع هذيك الكريمه، شفتوني الكريمه ما درناش كامله، يعني حتى هنايا في لاكريم درت النص وخليت النص. هكذا خياتي نخلطوهم كامل مع بعضهم، ندخلوا هذوك المكونات مليح مليح حتى نحسوهم باللي يشربوا. زدت معاهم شويه تاع معدنوس، يعني هكذا نزيدو ندخلو في الصدر في الخضره تاعنا. المعدنوس راه بزاف فيه فيتامينات بزاف، يعني وشاك فوا ندخلو حاجه كيما نقولوا حنا اللي تعطينا الذوق. لهنا بعد ما وسيتهم جبت ان بلا دهنتو بالزبده. البلا تاعي اول حاجه كنت راح ندير الكريمه، نسيت درت البطاطا، نديرو لاكريم، نديرو شويه منها في البلا تحتها ونزيدو نحطو عليها هذيك الحشوه. شوفوا خياتي هذيك الحشوه راهي جات مفرمجه، جات بزاف شابه، يعني جات مشربه مشخشخه. هكذا يا خياتي، هكذا خياتي. ولا هنا بعد ما حطيته في البلا، يعني ستوه في البلا تاعكم باش يعطيكم نظره ويجي او ميم طون يجيكم البلا تاعكم بزاف شباب. هكذايا دائما الحاجه اللي نديروها نستفوها سقموها. ناس بكري يقول لك تاكل العين قبل الفم. الا هنا خياتي بعد ما ستفت هذيك البطاطا وهذاك الباذنجان، نجيبوا هذيك الدجاج اللي هو باقي في الصدق في المقله تاعكم، عاودوا زيدوا ستفوه من الفوق هكذايا الوجه تاعو باش يعطيكم نظره. الا انا بعد ما ستفوا هذاك الدجاج يعني ونسووه، كل حاجه قلنا خياتي نديروها نسووه، على بالي بلي خواتاتي كامل شاطرات. لهنا بعد ما سويناها زدت درت هذيك الكريمه اللي بقات، يعني زدت شربتها. قلت لكم خياتي هذا الكغاتان يجي بزاف شباب، يجي بزاف مفرمط، يجي بزاف كيما نقولوا حنايا بنين. سيوه ما تلاطوش، سيوه لوليداتكم لضيافكم، وهذا البلا راح يحمر لكم وجوهكم قدام ضيافكم، يعني البلا هذا راح يسقسوكم حتى عليه. انا في الحقيقه درتو لوليداتي، دائما نقول لكم ولادي هما ضيافي، لكن نتوما ثاني ديروه لوليداتكم، ديروه لضيافكم بصحتكم، تاكلوه بالصحه والهنا. واي اخت راهي ديروا ان شاء الله كامل في ميزان حسناتها. لهنا بعد ما خياتي درت هذيك الكريمه زدت عليها كميه من الفرماج. انا لهنا خدمت بسبيدو، ثاني سبيدو شباب يذوب، ولا كيما نقولوا حنايا رخيص ماهوش غالي، يساعدكم في الاكل تاعو، باسكو نص الفراميج الاخرين راهم غاليين. هكذا خياتي. الا انا بعد ما وسيت البلا، مسحوا البلا تاعكم يعني سقموا ودخلوا الفوق تاعكم. انا الفوق تاعي كان ديجا سخون، كنت دايرته من قبل يسخن. شوف خياتي بعد ما طاب، شوف الشكل تاعو كيفاش جا داير، جا مفرمج، جا شهي شهيتكم في الجنه. ونطلب من كل الاخوه والاخوات اللي راهم راضي يسمحوا لنا، الله يجازيكم. هكذا خياتي الشكل تاعو جا، يعني يستحق التجربه ويستحق مفهمكم، وحصريا يعني حاجه شابه حاجه بنينه، وديروها لوليداتكم. خياتي اللي وصلت معنا حتى لهنايا ما تنساناش بهذاك الجام، الله يجازيكم، لان الجام هو اللي طلع لنا الفيديو. ودروك نقسم لكم هكذا خياتي، نقسم لكم منه مرسو تشوفوه، يعني دوك تشوفوا الشكل تاعو كيفاش جا داير، كيفاش جا مفرمج، جا مشخشخ. هكذا خياتي. واللي الحق معنا لهذا المقطع يصلوا على النبي وما نساوش التسبيح خياتي، نسبحوا نستغفروا هكذا باش ربي يغفر لنا، وهكذا ونواسو الاخر تاعنا، وان شاء الله كامل في ميزان حسناتنا. خياتي اني قسمت لكم منها مرسو باش تشوفوها، شوفوا كيفاش جات معسله، جات بنينه، جات تستحق مفهمكم. لو كان قدرت خياتي نوصل لكم البنه تاعها ونوصل لكم كيفاش جات دايره. ونستودعكم الله الى فيديو اخر، وتحياتي مع السلامه.